السلام عليكم، مرحبا بكم في قناتكم مطبخ بشرى ام نور. كنتمنىكم تكونوا كلكم بخير وعلى خير وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم في قصه حلوين، جوج شكيلات من عجينه واحده بنكهات مختلفه، عجينه اللي كتجي اكثر من رائعه. وغادي نشارك معكم ايضا طريقه تشكيل سهله بزاف وبسيطه، ما غادي تحتاجوا لا طوابع ولا مراشم. شكيلات لذاذ واقتصاديين، والاهم انهم كيوجدوا بسرعه. كنتمنى اقتراح اليوم ينال اعجابكم، وما تنسونيش من لي لايك للتشجيع. بلا ما نزيد نطول عليكم كتر، ندوزو مباشره نتعرفوا على المكونات وطريقه التحضير. فرجه ممتعه. بالنسبه للمكونات اللي غادي نحتاجو لتحضير الوصفه، عندي هنايا 300 غرام ديال الزبده تكون بحاره المطبخ، تقدروا تستعملوا اي نوعيه بغيتو. غادي نحتاج نص كاس ديال زيت نباتيه، 200 غرام ديال السكر كلاصي، جوج حبات ديال البيض يكونوا بحاره المطبخ، 50 غرام ديال اللوز اللي سبق اللي قطعته قطع صغيره، 50 غرام ديال الزبيب اللي حتى هو قطعته قطع صغيره، شويه ديال الملح لتعديل الذوق، ملعقه صغيره ديال الفانيليا، ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر. وغادي نحتاج هنايا 800 غرام ديال الدقيق يكون من النوعيه الجيده. بسم الله، انا هنايا غادي نعجن الفقيقسات ديالي غير بيدي، واللي بغات تعجن بالعجانه كيبقى لكم الاختيار. اول حاجه غادي نبدا بها، غادي نوضع الزبده في القصعه تكون بحاره المطبخ، تقدروا تستعملوا ديال العبار اولا ديال العلب اي نوعيه بغيتو. غادي نضيف عليها 200 غرام ديال السكر كلاصي، نص كاس ديال زيت نباتيه، شويه ديال الملح لتعديل الذوق، ملعقه صغيره ديال الفانيليا. غادي نخلط المكونات مزيان مع بعض حتى تنسجم الزبده مع الزيت والسكر ويرجع عندي القوام كريمي. ضروري تخلطوا الزبده ديالكم مزيان حتى ترجع بهذا القوام اللي كتشاهدوا معايا. من بعد ما خلطت المكونات مزيان، غادي نضيف عليهم هنايا جوج حبات ديال البيض يكونوا بحاره المطبخ، وحتى هما بدورهم غادي نخلطهم مزيان حتى يرجع عندي القوام موحد، ما يبقاش عندي البيض مفروق على الزبده. ضروري تخلطوا الخليط ديالكم مزيان باش تنجح معكم العجينه. في هذا الاثناء من بعد ما خلطت الكل جيدا، غادي نبدا نضيف الدقيق شويه بشويه. عندي هنايا 800 غرام ديال الدقيق اللي سبق اللي غربلته، غادي نضيفو تدريجيا، ما غاديش نضيفو الدقيق ديالنا دفعه واحده. حنا كنخلطو، حنا كنضيفو الدقيق حتى نحصلوا في الاخر على عجينه تكون طريه ورطبه، ما تكونش قاصحه بزاف وفي نفس الوقت ما تكونش كتلصق في اليدين. صافي، هنايا غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الدقيق اللي عندي كامل. هاد العبار اللي خدمت معاكم خدا لي 800 غرام ديال الدقيق بالضبط. من بعد ما غادي تجمع لي العجينه، غادي نوريكم القوام ديالها في الاخر كيفاش خصو يكون. هانتوما القوام ديالها، عجينه اللي كتجي طريه وفي نفس الوقت ما كتلصقش في اليدين. في هذا الاثناء غادي نقسم العجينه ديالي هنايا على جوج ديال القطع. بالنسبه للقطعه الاولى غادي نخليها كيف ما هي، وبالنسبه للقطعه الثانيه غادي نعاود نقسمها على جوج على هذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا. بالنسبه لهاد القطعه ديال العجينه اللي خليت كبيره، غادي نضيف لها هنايا 50 غرام ديال اللوز و50 غرام ديال الزبيب اللي سبق اللي قطعتهم قطع صغيره. غادي نخلطهم مزيان مع العجينه بهذا الشكل. وبالنسبه للمكسرات، تقدروا تضيفوا اي مكسرات كتبغيو، ماشي ضروري يكون اللوز والزبيب. تقدروا تضيفوا حتى التمر مقطع قطع صغيره اولا الكركاع، وحتى الفواكه المعسله، كيبقى لكم الاختيار. وبالنسبه لهاد جوج ديال القطع ديال العجينه اللي بقاو عندي، هاد القطعه غادي نحتفظ بها كيف ما هي. وبالنسبه للقطعه الثانيه غادي نضيف لها ملعقه كبيره ديال الكاكاو المر. غادي نخلطهم مع بعض مزيان مزيان حتى يرجع عندي اللون ديال العجينه بني غامق واللون ديالها موحد. صافي، من بعد ما غادي نوجد العجينه ديالي، غادي نوضعها في بلاستيك غذائي وما غادي نخليها لا ترتاح لا حتى شي حاجه. مباشره غادي ندوزو باش نشكلوها. وهنايا غادي نبدا معكم بالشكل الاول ديال الفقاقسات اللي كيجيو بالمكسرات. خديت هنايا العجينه وقسمتها على 3 ديال القطع. انا كنحرب العجينه ديالي وفي نفس الوقت كنضغط عليها باطراف الاصابع باش ما يبقاوش ليا الفراغات من الداخل. صافي، هنا من بعد ما غادي نحرب العجينه مزيان، غادي نبدا نشكلها غير باطراف الاصابع كيف ما كتشاهدوا معايا في الصوره على شكل مثلث.
انا كنقلبو، انا كنقدم الجوانب وكنضغط عليها غير باطراف الاصابع. كنتمنى الشرح يكون واضح. الطريقه راها سهله بزاف، وبهذا الشكل غادي تقدروا تحضروا الفقاقسات ديالكم وما غادي تحتاجوا لا طوابع ولا مراشم. صافي، هنايا غادي نوضع العجينه ديالي في فيلم اليمونتير. انا كنروليها وانا كنقدم الجوانب باش نبقى محافظه على الشكل ديال المثلث. من بعد ما غادي نغطيها بفيلم اليمونتير غادي نوضعها جانبا، وبنفس الطريقه غادي نحضر العجينه اللي بقات عندي. واللي وصلوا معايا حتى لهاد المرحله في الفيديو كنشكركم على حسن المتابعه والوفاء ديالكم، وكنتمنىكم ما تنسونيش من لي لايك باش تزيدوا تشجعوني اكثر، لان دائما كنطلبها منكم. ومع الاسف بزاف ديال الناس ما كيحطوش لايك. الله يجازيكم بخير، ملي تدخلوا تشاهدوا الفيديو عملوا اللايك هو الاول باش من بعد ما تنساوهش. وبالنسبه للناس اللي اول مره كيشاهدوا القناه وعجبكم المحتوى، مرحبا والف مرحبا. كندعوكم للاشتراك في القناه، وما تنسوش تفعلوا الجرس باش توصلوا دائما بجديد الوصفات. من بعد ما كملت الشكل الاول ديال الفقيقسات غادي ندخلهم من المجمد ونخليهم حتى يبردوا مزيان. ضروري نجمدوهم باش ملي نبغيو نقطعوهم يجيونا ساهلين ويبقاو محافظين على الشكل ديالهم. ومباشره غادي ندوزو نحضروا الشكل الثاني. وضعت هنايا بابي كويسون على سطح العمل وضعت عليه العجينه وبديت كنطلقها بالمدلق. العجينه ديالكم ضروري ترقوها بزاف، تكون بهذا السمك. وبنفس الطريقه غادي نطلق العجينه اللي لونا بالكاكاو حتى هي بدوره غادي نطلقها مزيان. ضروري تطلقوا العجينه ديالكم رقيقه بزاف باش ملي تبغيو تروليو الفقيقسات ديالكم ما يجيوكمش غلاط. صافي، هنا من بعد ما طلقت العجينه ديالي مزيان غادي نوضع العجينه اللي ضفت ليها الكاكاو فوق العجينه البيضاء على هذا الشكل كيف ما كتلاحظوا معايا. وغادي نقد العجينه ديالي بيدي حتى تجيني كلها فوق بعضياتها. طريقه جد سهله ومبسطه للمبتدئات. وهنا غادي نحاول نطلق العجينه ديالي بالمدلك شويه حتى نحصل على مستطيل باش العجينه ديالي تجيني رقيقه، ما بغيتهاش تجيني غليظه بزاف. هنا خديت الجراره ديال البيتزا وغادي نحاول نحيد الجوانب. في هذا الاثناء غادي نبدا نرولي العجينه ديالي بهذا الشكل اللي كتشاهدوا معايا. من بعد ما روليت النصف ديال العجينه غادي ناخذ الجراره ديال البيتزا وغادي نقسم العجينه ديالي على جوج. غادي نوضع هاد الرولو ديال العجينه اللي حضرت معكم جانبا، وبنفس الطريقه غادي نحضر القطعه ديال العجينه اللي بقات عندي. صافي، هنا من بعد ما كملت غادي نرولي العجينه ديالي في فيلم اليمونتير بنفس الطريقه اللي حضرنا بها الشكل الاول، وغادي ندخلها للمجمد ونخليها حتى تبرد مزيان وترجع مجمده. عاد نخرجوا العجينه ديالنا باش نقطعوها. من بعد ما وضعت الشكل الثاني في المجمد ومباشره غادي نقطع معكم الشكل اللي حضرت معكم الاول بالمكسرات. هنا من بعد ما خليته برد مزيان حتى جمد كيف ما كتشاهدوا معايا، خديت هنايا السكين يكون حاد وبديت كنقطع الفقاقسات ديالي. ولكن ضروري تقطعوا الفقاقسات ديالكم رقاق، ما تقطعوهمش غلط بزاف على هذا الشكل. والاهم انكم ما غادي تحتاجوا ليهم لا طوابع ولا مراشم، غادي تحضروهم غير بيديكم بطريقه جد سهله ومبسطه. وفي الاخر غادي تحصلوا على فقيقسات للشكل ولا المذاق ديالهم من اروع ما يكون. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نكمل الشكل الاول اللي حضرت معكم كامل. وبنفس الطريقه غادي نقطع معكم الشكل الثاني من بعد ما خرجتهم من المجمد حتى هما بدورهم غادي نقطعهم رقاق. هانتوما الشكل ديالهم كيفاش كيجي. واحد الملاحظه، ضروري تقطعوا الفقاقسات ديالكم رقاق، لان الا قطعتوهم غلط ما غاديش يجيوكم مقرمشين وفي نفس الوقت غادي يجيوكم معجنين من الداخل. غادي نبقى مستمره بنفس الطريقه حتى نقطعهم كاملين. كنتمنى الشرح والطريقه يكونوا واضحين بلا ما نطول عليكم الفيديو. غادي نكملهم في التقطاع وغادي نرجع معكم باش نوريكم الطريقه ديال الطياب. من بعد ما قطعت الفقيقسات ديالي كاملين هانتوما الشكل ديالهم كيفاش كيجي. خديت الليطان اللي غادي ندخل الفرن وفرشت فيهم بابي كويسون. تقدروا طيبوهم حتى في لاطانيشان، ما غاديش يلصقوا لكم حيت فيهم الزبده. وبالنسبه للكميه خرجوا لي هنايا 3 ديال اللاطات كيف ما كتشاهدوا معايا. في هذا الاثناء عندي الفرن كيسخن، غادي ندخلهم يطيبوا على نار تكون متوسطه.
باش يطيبوا مزيان من برا ومن الداخل. غادي نطيبوهم من الاسفل هو الاول حتى يطيبوا مزيان، عاد نشعلوا عليهم من الفوق باش يتحمروا. الفقيقسات او القريشلات من بعد ما طابوا خرجتهم من الفرن، خليتهم حتى بردوا مزيان. هانتوما الشكل ديالهم كيفاش كيجيو، اللون ديالهم مذهب والشكل ديالهم من اروع ما يكون. كيجيو هشاش وفي نفس الوقت مقرمشين من عجينه وحده اقتصاديه. قدرنا نحضروا جوج ديال الشكيلات، كيجيو راقيين في الشكل ولذاذ في المذاق، ما تشبعوش منهم. كنتمنىكم تجربوهم وتقدموهم لوليداتكم ولضيوفكم بالصحه والراحه. ما بقى لي غير نودعكم، كنشكركم على حسن المتابعه. دمتم اوفياء، مع السلامه، الى فيديو جديد ووصفه جديده ان شاء الله.